السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما عارف اقول لكم ايه في الفيديو ده. اللي بشوفه ونزلت السوق ولقيت في ناس اعرفها بتستغل المبتدئين والناس اللي مش فاهمة في الحمام والناس اللي بره القاهرة، فعشان ما فيش سوق عندهم فبيستغلوهم في حتة ان هم يزودوا عليهم السعر. دي غلط يا جماعة في الغير. هي مش التجارة او الاستغلال او الضغط على الناس. كل حاجة بتمنها، وانت اللي بتشتري. انت بتشتري بفلوسك، محدش بيجب عليك. ده عرض وطلب. ما تشتريش ان انت محتاج الحاجه دي فان انا ادفع وعارف ان انا تمنها غالي وهي مش بتمنها. واحد سالني على قص، قاعد انا في السوق بشرب الشاي مع زمايلي رجاله من شبرا، بنشرب الشاي وعمالين نضحك ونهزر، فكلمني واحد من محافظه. ايه الاخبار يا ريس؟ كله تمام الحمد لله. انت فين؟ قلت له انا في السوق. قال لي طب انا محتاج قص سكروتات. قلت له انا مش عندي دلوقتي سكروتات غير طيره، اوفق لك ذكر من حد اعرفه حواليا ولا تستنى شويه وبطلع لك معاه ذكر. قال لي طب شوف لي الاسعار ايه. عم صلاح قص دول عاملين كام؟ قال لي عاملين 1000 جنيه. دول عشان ليك انت. كنت مكلم الراجل قلت له اسمع كده. قال لي يا عم انا قلت له اسمع كام يا عم صلاح؟ 1000 جنيه. قلت له الراجل معاك اهو، والحمامتين عاجبيني انا، حلوين، حمامتين يتغووا والله مش عشان صاحبي ده، بس بقول لك بالصدفه. قال لي خلاص ماشي هاخدهم. الراجل اللي شافهم ده قال لي هاخدهم، سعرهم حلو ولو ازيد من كده خدهم. قلت له لا، هما الحمامتين الراجل طالب فيهم كده، هحطهم لك عندي لحد ما انت تيجي ايه، شوف عايز تيجي امتى ولا ابعتهم لك. قال لي لا مش عايز شحن، هبقى اجي انا اقعد معاك وبتاع ونتغدى ونظبط الدنيا ونتفرج على الحمام وباخد الحمامتين وانا مروح. قلت له يا عم ماشي. ايوه خلصنا وجبت له الحمامتين وبتاع. اتصل بيا قال لي عارف فلان بتاع منطقه؟ قلت له اه. قال لي واخد منه اقل من الحمام ده ب 4000 جنيه. قلت له يا عم الله يبارك لك ويبارك له. قال لي انت ايه رايك؟ قلت له والله انا مش هينفع اقول لك رايي، ابعدنا عن الحته دي. قال لي انت طب هوريك الحمامتين وقول لي يسووا كام. قلت له يا عم خلاص بقى طالما انت خلصت فيهم، هم من رزقك ومن نصيبك، وهو ايه ربنا يبارك ايه فيما اخذ. قال لي طب بص عليهم. المهم بعتهم لي على الواتس، بصيت عليهم قلت له طب دول في حق الغيه مثلا يسوا لهم ايه؟ الواحد ونص. قال لي اللي في ايدك دول لو كنت قلت فيهم 5000 جنيه كنت خدتهم، لان اقوى من التانيين. انا بوصل لك ما تستغلش الحمام عندك وعندي. ما تفكرش ان انت عندك احسن حمام ولا انا عندي احسن حمام. في ناس احسن مني بكتير، والناس اللي احسن مني بكتير دي مش ظاهره وبتقول لك احنا ما عندناش احسن حمام، تقول لك احنا على قد حالنا، ناس متواضعه. فما تستغلش حد وما تدخلش. ممكن القرش هيجي لك سهل وهيروح بالسهل. ما تدخلش على نفسك حاجه مش مشبوهه مش نظيفه. مش عايز اقول حاجه تاني يعني. فدي غيه يعني. احنا بنغوى الحمام، احنا غاويين حمام، دي هوايتنا. بدل ما بنروح نضيع فلوسنا في حاجه ولا بنقعد قاعده مش كويسه ولا اي حاجه بقى، يعني بنقعد هنا مع الحمام زي ما انت شايف كده حواليا، بنهدي نفسيتنا. واحد زميلنا بيكلمنا مش عارف ايه، بنتفرج على حمامتين حلوين، حمامتين حلوين على النت بنعرضهم معلومه، بنتكلم بندردش. فالغايه حلوه في كده. فانت بالشبهات بتاعتك دي بتقتلها بتموتها. الحمام ده مش موجود الا في مصر. الحمام اللي عندنا ده الغزار مش موجود الا في مصر، مش موجود حوالين العالم. انت فاهم قصدي؟ فاحنا كده لو الحمام ده اتملك فيه حد من بره مش هيبقى بتاعنا، مش هيبقى بتاعنا. هم يوثقوه وهيورثوه لنفسهم. انت فاهم كلامي؟ انت فاهم اللي انا بتكلم فيه؟ في حاجات في مصر هنا في بلدنا في ناس عايزه تحط لك ان التاريخ ده مش بتاع مصر، التاريخ ده اجداده مش عارف لمين.
مش عايز ادخلك في قصه تانية، احنا في غيه، فاحنا خلاص غيتنا بقت ترند، غيتنا بقت ترند. ف اهمال في اهمال، في شبهه وحشه، في كلهم شبه بعض، في مش عارف ايه خلاص كله هيزهق. تتنقل الغوايه لبلد تانية، يجي ياخدوا الحمام مننا هنا. انت عايز كام؟ 20 خد، عايز كام؟ 50 خد، انا هلم لك الحلو كله. ويطلع بره في بلد ويبقى الحمام ده موجود هناك، واحنا عندنا حمام مرطرط، شعبي في شعبي، مش عارفين ده زيت في عبيد، وهيبقى بره عاملين له تاريخ، واحنا هنا بنلف حوالين بعض بسبب دي. برضو خطوه، دي خطوه اللي انا بكلمك فيها، دي الشبهات. انا بكلمك ليه؟ انا بكلمك اخويا، وبكلمك ان انا بحافظ على الغيه، وبكلمك ان انا في منصه بعرف احدثك من عليها، وفي ناس مبتدئين بتتعلم، وفي ناس قديمه ممكن ما كانتش مستنبهه للكلام ده. اهو الفيديو ده جه قدامهم كده بالصدفه، نتكلم مع بعض، ما قدرتش. قول لي رايك، قول لي رايك. وانت لما تشوف حاجه غلط قول غلط، ما تسكتش. ليه تسكت؟ ايه اللي يمنعك ان انت ما تتكلمش؟ تمام. ف مع بعضينا ان شاء الله، والموضوع ده ما تعدوش كده وتجليه، ده في غايه الاهميه. والقرش اللي داخل لك ما تفتكرش ان هو داخل لك الناس جايباه من الهوا، او واحد مثلا معاه قرشين. راعي ربنا انت في اللي داخل لك، وراعي ربنا في اللي خارج منك. سلام عليكم. مفيش كلام تاني اقوله، خلاص.